السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج ريفلكسولوجي، وأحب إن شاء الله أبدأ هذه الحلقة بالصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أحب إن شاء الله أبدأ هذه الحلقة وأريد أن أتحدث باللغة العربية. أنتوا عارفين طبعا لما بتخشوا على الإنترنت وبتشوفوا مواقع الخاصة بالريفلكسولوجي أو الشياتسو بتلاقي كله باللغات الأجنبية. إحنا عايزين بقى نحافظ برك على اللغة العربية، لأن في ناس كتير جدا حاولت إنها تراسلني عن طريق الإيميل أو بيكلموني تليفونيا، بيحاولوا ان هم يعني يترجموا كل الكلام اللي احنا بنقوله، فيفضل باللغة العربية حتى يسهل او يبقى سهل جدا على الناس ان هم يترجموها لأي لغة تانية، سواء اللغة الإنجليزية او الفرنسية او الألمانية وخلافه. هنبدأ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على العلاج بتدليج القدم اللي هي نقاط الانعكاس على القدم ريفلكسولوجي. ده فن رقيق وشديد الفعالية من أشكال التدليج العلاجي للقدم، وحفر هذا الفن علامات قوية في مجال الطب البديل، وهو علم لأنه مبني على دراسة فسيولوجية وعصبية، وهو فن لأنه بيعتمد كثيرا على مقدار المهارة التي يبديها الممارس عند تطبيق معلوماته العلمية، وعلى الآليات التي تحدث بين الممارس ومتلقي العلاج. إن العلاج بتدليج القدم هو تقنية علاجية شمولية أو بنسميها كلية هولستية، وقد اشتقت من كلمة هولستية من الكلمة اليونانية هولوس ومعناها كل، وهو يهدف إلى علاج الإنسان ككل، أي بشكل شمولي بما يشمل الجسم والعقل والروح. وده اللي كانوا بيهتموا به في مجال الفراعنة. وخبراء العلاج بتدليج القدم ما يقدروش ان هم يعزلوا المرض بقد علاج اعراضه فحسب، ولا يقتصرون في عملهم على معالجة عضو مريض او جهاز عليل، ولكنهم يتعاملون مع الشخص ككل بهدف احداث حالة من التوازن والتناغم. ويجب عدم الخلط بين فن تدليج نقاط الانعكاس الموجودة على القدم الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وبين التدليج العادي للقدم أو تدليج الجسم بصفة عامة. ففن تدليج نقاط الانعكاس الذي نتحدث عنه هو تقنية تغطية متخصصة بتتعامل مع نقاط انعكاس محددة على القدمين، على أساس النظرية القائلة بأن مناطق الانعكاس على القدمين تتقابل مع جميع أجزاء الجسم، ونظرا لأن القدمين تمثلان نموذجا مصغرا للجسم، فإن جميع الأعضاء والغدد وغيرها من أجزاء الجسم موضوعة بترتيب متماثل على القدمين. نشوف فاصل صغير ونرجع لكم تاني. وتتضح ظاهرة التمثيل المصغر لأجزاء الجسم في مناطق مختلفة، منه في قزحية العين وفي الأذن واليدين أيضا، إلا أن مناطق التمثيل الموجودة على القدمين يسهل تحديدها بدرجة أكبر، إذ أنها تغطي مساحة أكبر وهي أكثر تخصصا، مما يجعل التعامل معها أسهل. ويتم الضغط بإحكام على منطقة الانعكاس المطلوبة أو المناسبة باستخدام تقنيات خاصة بالإبهام وأصابع اليد الأخرى، وهذا يسبب حدوث تغيرات فسيولوجية في الجسم نتيجة لتنبيه القدرة العلاجية الذاتية للجسم. ومن ثم فإن القدمين يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الحصول على الصحة الجيدة والحفاظ عليها. وتتوازى سهولة العلاج بتدليج القدم مع شدة فعاليته، فهو لا يحتاج إلى تقنيات متقدمة ولا أجهزة معقدة، كما أن أساليبه شديدة السهولة لدرجة أنها لا تتطلب قضاء سنوات من التدريب للوصول إلى درجة معلم،
احنا قلنا ان الدراسة هي 3 أو 6 أشهر دي لتعلم النقاط الانعكاسية والتقنيات ازاي، ولكن حتى تكون معلما لابد أن تكون الدراسة 3 سنوات، فهذه ليست تعتبر عدد من السنون الكثيرة. بل يحتاج الممارس الجيد إلى يدين حساستين ولكن قويتين، مع رغبة أصيلة في تخفيف آلام المريض ومعاناته والإدراك للطبيعة البشرية. وتعد العلاقة بين المريض أو متلقي العلاج والممارس جانبا مهما من جوانب العملية العلاجية، إذ يعمل الممارس كوسيط لتنشيط قدرات المريض العلاجية. وليه بنقول هنا مهم جدا؟ لأن عندنا لابد أن يكون الممارس لديه طاقة إيجابية. هذه الطاقة هي الطاقة الشفائية القوية الذي يستطيع أن ينقلها إلى الحالة التي يتعامل معها. فلا بد أن تكون هذه الطاقة هي طاقة قوية جدا حتى تنقل إلى هذه الحالة. من هنا نكتفي بهذا القدر ونعود إليكم في حلقات أخرى على الإنترنت. للتواصل الرجاء الاتصال ب 012 36 90 535 كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12 مساء. التواصل عن طريق الإيميل saad_ustazonline@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله وجميع الإنسانية. مع السلامة.